كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر. يا رب تكونوا بخير ويكون عيد سعيد مبارك عليكم ومبسوطين فيه. أنا جهزت الفسيخ، عايزين نفتحه مع بعض. الفسيخ ده أكلة أجدادنا الفراعنة، بس أكلة جميلة. بنشتريها من بره غالية، لكن نعرف نعملها في البيت بطريقة سهلة ونظيفة وجميلة جدا. يعني بصراحة أسهل من كده مفيش، وطبعا هتبقى أقل تكلفة من إن احنا نشتريه من بره. كان تحفة جدا ومستوي، ويا رب يا رب الوصفة تعجبكم وتطبقوها. اول حاجة هنا البوري لازم يكون غسلاه كويس قوي، وكمان لازم يكون راسه من قدام مدور. الخلطة دي الجزئية دي اتمسحت مني، بس انا هقول لكم واحنا بنحشيه. الخلطة دي 5 معالق ملح، على معلقتين شطة كبار، على نص معلقة كركم. نص معلقة كركم، يبقى 5 ملح. اللي عايز يستخدم ملح خشن يستخدم، انا استخدمت ملح ناعم زي ما احنا شايفين. وكل ده بمعلقة الطعام، معلقة الرز. 5 معالق ملح، 2 معلقة شطة، بس معلقة هرمية كبيرة، نص معلقة كركم. تمام كده. هخلط الحاجات دي وورقتين لورا. هخلط كل الحاجات دي مع بعض. وبس طبعا لازم الفسيخ يكون مغسول كويس من عند الخياشيم، وطبعا يكون اتصفى. اقل وقت تسيبيه 6 7 ساعات. لازم تكوني سايباه لما ينشف خالص، تحسي ان القشرة كده بتاعته ابتدت تعلى من مكانها. يعني ضروري يتنضف كويس قوي بمنديل من عند الخياشيم، وفي البداية يتغسل غسلة كويسة وتسيبيه يتصفى لما تحسي ان مفيهوش اي مية خالص. وبعد كده الخلطة بتاعتنا الحلوة دي هنبتدي نحشي بيها. هنجيب كيس نايلون نظيف وهنحط فيها السمك بتاعنا. انا هنا عملت سمكتين 2 بس، لان العدد اللي بياكل الفسيخ عندنا مش كتير. انتي بقى براحتك، بس لو انتي هتعملي كمية كتيرة طبعا ما تحطيهاش كلها. افضل حاجة واحسن حاجة انك تحطي كل سمكتين في كيس، مش اكتر من كده، او 3 بالكتير، وعكس بعض. لكن كتير لا، مش هينفع. تمام. انا هنا بعد ما حشيت الخياشيم كويس قوي قوي قوي، وكنت بزنق زي ما احنا شايفين وبدخل فيها الملح، هرش بقى رشة محترمة كده عليها من بره. كل الكمية الملح دي والشطة والكركم علشان سمكتين. السمكتين دول وزنهم 1.5 كيلو. السمكتين دول وزنهم 1.5 كيلو. خليكم بقى فاكرين انا استخدمت لهم ملح وشطة قد ايه. وشايفين طبعا التصوير افضل من الشرح بكتير. انا هنا دوست كويس قوي عليهم في الملح، وكمان ما فيش اي هوا خالص في الكيس ضروري. هنا دي بكرة سوليتيب، ولو عندك ستريتش غذائي لفي بيه. انا هنا كان عندي سوليتيب، فابتديت بقى ايه اقفل عليه كويس عشان احكم الغلق عليه. يعني ما ينفعش اي هوا يدخل فيه. ده علشان يبقى ناجح معاكي. تمام كده. انا هنا حبيت اشرح حاجة حاجة بالراحة، وكل خطوة علشان تبقي فاهمة انتي هتعمليه ازاي ويكون ناجح معاكي. انا كده قفلته كويس قوي. طبعا انا مجهزة شنط معايا تاني علشان ابتدي ادخلهم كل في 5 6 شنط. زي ما احنا شايفين كده قفلتها كويس قوي. هجيب شنطة تانية وبرضو هدخلها فيها. ضروري ضروري علشان الفسيخ بتاعك يبقى ناجح، الغسيل الكويس، الحشوة الكويسة اللي هي الملح والشطة والكركم وورق اللورا، ورقتين 2 بس للسمكتين، والكياس. الكياس تكون نظيفة وتكوني قافلاها كويس، ما يكونش فيها اي تهوية. الخطوتين دول. الخطوة اللي بعد كده بتشيليها في مكان دافي ما فيهوش هوا. ضروري يكون مكان دافي. في الشتاء الفسيخ بياخد وقت شوية، بس انا اللي ساعدني ان انا المطبخ عندي دافي، فما فيهوش مش واسع وما فيهوش تهوية كويسة، فده بيساعد في التسوية اكتر. لكن في الشتاء هو بوجه عام بياخد وقت. في الحر لا. في الحر ممكن بعد اسبوع او 8 ايام بالكتير تفتحي وتاكليه، لكن في الشتاء هيقعد 10 ايام. تمام كده. وكل ما كان المكان دافي ومظلم اللي شلتيه فيه، كل ما ده سرع بالتسوية بتاعته. انا قعدت 8 ايام بالظبط، مع اننا في شتاء، بس كان زي ما قلتلكوا المطبخ دافي وصغير، فعلشان ده كده خلاه يستوي بسرعة. زي ما احنا شايفين الكياس قد ايه، وكل مرة بقفل كويس قوي وبدوس عليه عشان ما يبقاش فيها اي تهوية. كل سنة وانتم طيبين. أكلة حلوة وجميلة. في ناس كتيرة قوي بتعشق الفسيخ، وناس كتيرة قوي بتحس انه غالي.
اشتريه واعمليه كده. بس وانتي بتشتريه خلي بالك بين الفرق بين البوري والتوبار. البوري بيبقى البوز بتاع السمكة مدور، التوبار لا، بيبقى تحسيها مدببة وزي السن السيف كده من قدام، لكن البوري بتبقى مدورة. ده خلاص كده الكيس الأخير بيكون أسود، وبقفله طبعا وبشيله. وهقفله برضو تاني، مش هكتفي ان انا جوه قفلته كويس، لا هقفل تاني باللزق عليه من بره. مش عايز تقفلي باللزق اربطيه ربطه كويسه، بس انا بحب اقفله من بره من جوه باللزق. الطريقه دي حلوه وناجحه، عملتها كتير وكل مره بفضل الله كانت بتنجح معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب يجعله عيد سعيد مبارك عليكم، وكل أعيادكم تبقى جميلة، وكل أيامكم تبقى عيد مبارك عليكم. كده خلاص بقى أنا خلصت، هشيلها وهسيبها بقى زي ما قلتلكوا المدة اللي احنا اتفقنا عليها. أفضل حاجة تشيليها في دولاب المطبخ، تمام، أو المكان اللي انتي طبعا تكوني عارفة ان المكان ده مناسب. المهم زي ما قلتلكوا يكون المكان دافي. خلاص كده عدت الوقت اللي اتفقنا عليه، وهبتدي أفتح عليه بالمقص على طول. هتفتحي الأكياس دي، اللهم بارك، كان تحفة جدا. كل ما قفلتي عليه كويس كل ما خدتي نتيجة كويسة. وفي ملاحظة تانية، يا ريت ما نشتريش السمكة تكون صغيرة عشان تقدري تخرجي منها لحم كويس. يعني ما تستصغريهاش، يعني ما ينفعش نشتري سمكتين كيلو، لا، اقل حاجة تشتريها تبقى الاتنين كيلو ونص، علشان زي ما احنا شايفين دي كيلو، الاتنين دول كيلو ونص. هتتفتح كده بنفس الطريقة. في الوقت ده هتبتدي تخرجي الأحشاء كده بتاعتها، والراس طبعا هنقطعها ونرميها. انا بقطعها وبرميها، لو في حد طبعا بيحب يعمل فيها اي حاجة انتوا احرار، لكن انا ما بستخدمهاش في حاجة، فضروري نقطعها ونرميها. ويبقى عندك مناديل ورق كده جنبك مجهزاها علشان خاطر تنضفي البطن بتاعتها. انا خرجت الحاجات اللي هي باينة، اما بعد كده استخدم منديل ورق. تاني حاجة بتدللك ان الفسيخ بتاعك استوى، زي ما احنا شايفين كده السلسلة بتاعت الشوكة خرجت، سلسلة الظهر خرجت بكل سهولة، انا مش شدتهاش خالص. وكمان لو انتوا ركزتوا هتلاقوها ما فيهاش اي حاجة من قدام، يعني اللحم خرج منها بكل سهولة. يعني المدة كانت كافية. بمنزيل كده هتنضفي، والشوك اللي في عند البطن تبتدي تخرجيها بايدك بالراحه علشان وانتي بتاكلي ما تضايقكيش. زي ما احنا شايفين كده الشوكه بالراحه هشدها عشان ما يخرجش فيها، وهي فعلا ما كانش بيخرج فيها اي لحم خالص، لان الحمد لله كان مستوي خالص وزي الزبده كده. تحفه، عظمه على عظمه بصراحه. طريقه سهله وبسيطه. لو انتي عايزة وقت الأكل تعملي كده تفتحيها وتاكلي كده على طول، أنا بحب أخدها بالمعلقة وأخليها في طبق نظيف وأحط لها زيت وليمون. لو أنا هخليها في التلاجة عندي، لكن لو الأكل على طول هتحطي على طول عليها ليمون، وتقطعي طبعا فلفل عليها، أو زي ما انتي بتفضلي طريقة الأكل اللي انتي عايزاه. بس أنا علشان أنا نضفته ليلة العيد عملت كده. حطيت شوية زيت عليه وسبته في التلاجة لتاني يوم. بالمعلقة كده هتخرجي لغاية ما الجلد يبقى ما فيهوش اي حاجة خالص. لو العدد عندك كبير اللي بيحب الفسيخ اعملي كمية اكتر، صدقيني هيبقى اوفر كتير من انك تشتريه من بره. طريقة سهلة وبسيطة، مش محتاجة خالص انك تشتريه. احنا بنتعلم من بعض، والطريقة حلوة قوي. يا رب كل وصفة بقدمها تعجبكم، وما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي حاجة بنزلها، ويا رب تستفيدوا دايما من كل وصفاتي.
وعلى فكرة كان طعمه دلع، ما كانش مالح قوي، رغم ان انتوا شايفين انا حطيت ملح قد ايه. اهم حاجة زي ما قلتلك تشتريه يكون وزنه مناسب، ويكون فعلا بوري مش طوبار. اهم حاجة كمان من الحاجات المهمة انك تغسليه كويس من بره ومن عند الخياشيم، وبعد كده بمنديل ورق تنضفيه. كل سنة وانتوا طيبين، يا رب الوصفة تعجبكم ويا رب تجربوها، وكل حاجة بنزلها تستفيدوا منها. انا حطيت لكم السلسلة دي عشان تشوفوا هي ما فيهاش اي لحم خالص. الحمد لله كان مستوي وكان تحفة على الاخر. كل سنة وانتوا طيبين.